أزمات وقضايا لعيبة نادي الزمالك مش عايزة تنتهي ولا تقف عند حد معين ولا عايزة تخلص. فتوح وكمالة بعبد الواحد السيد مع دونجا مع مصطفى شلبي، والأزمة دلوقتي بقت على النطاق الدولي مش على المحلي بس. تطورات كتيرة وتفاصيل كتيرة والأمور يعني في ممكن نقول إن فيها أمل إنها تتحل بشكل ما والأمور تستمر. برضو أزمة الزنفولي تم القرار فيها والبت فيها، وكهربا بشكل كبير هيرحل عن النادي الأهلي. اهلا بيكم في استوديو الكوره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فضلا وليس امرا تعمل لايك للفيديو وتعمل شير، ولو انت مش مشترك في القناه تشترك عشان يوصلك كل جديد من استوديو الكوره. محمود الزنفولي مبدئيا لاعب نادي الاهلي السابق عنده ازمه كبيره ان هو مضى لناديين، مضى لنادي غزل المحله ومضى لنادي حرس الحدود، والنهارده توقع عليه عقوبه رسميه بغرامه 350 الف جنيه وايقاف عن الملاعب او عن اللعب تماما لمده 4 شهور. حط نفسه في خانه صعبه جدا، كان الموقف بتاعه احسن سواء من استمراره مع النادي الاهلي او توقيعه بشكل مباشر لنادي واحد، خانه وغلطه ما كانش ينفع يتحط فيها تماما. ازمات بقى لعيبه نادي الزمالك والمشاكل العامه صعبه جدا. فتوح النهارده وصل لتسويه، وان اسره الشهيد او الراجل اللي توفى في الحادث السير اللي تم اتقابلوا بالصلح وقبلوا الديه، واتقال ان رقم الديه تقريبا 10 مليون جنيه للتنازل. لسه برضو القضيه بتاعه تعاطي المخدرات او السواقه تحت تاثير مخدر دي لسه هيتحكم فيها وتاجل النظر فيها لفتره او لجلسه قادمه. الموضوع ما يقفش عن كده وفتوح جوه مصر، الازمه الدوليه بقى اللي بقت في الامارات وفضيحه بجلاجل في كل حته. بقى عندك دلوقتي عبد الواحد السيد، وعندك مصطفى شلبي ودونجا في ازمه التعدي على مدير امن الاستاد، وازمه بقت كبيره. الراجل بعد باختصار كده التفاصيل اعتدوا على الراجل في الملعب، طبعا ده فرد وبيأدي دوره كعمله وغير مقبول طبعا الكلام دوت نهائيا في الامارات. فالموضوع اتحول للشرطه، النيابه حجزت اللعيبه، نادي الزمالك ندد بالانسحاب، تدخل السفير المصري اتفرج عنهم بكفالة 800 ألف درهم إماراتي بشكل مؤقت. الراجل اتقبل بالصلح واتنازل عن حقه المدني. الموضوع بقى جنحة، فالجنحة دي اتحولت للبت فيها في محاكمة سريعة وعاجلة يوم الأربع اللي هو بكرة. فانت متخيل الوضع بقى عامل ازاي، وانت عندك لعيبه رايحه تعمل مشاكل على ارض بلد تانية، ويخلوا الشكل العام للمصريين بشكل عام وان هم المفروض ممثلين الرياضه في مصر يخلونا بالشكل ده. موضوع زي الزفت، ما ينفعش يبقى مقبول ايا كان السبب. تقول للراجل تجاوز، الراجل فيديوهات هو اللي بادئ، ايا كان اشتكي، ارجع للاداره الخاصه بالفريق والاداريين وهم يشتكوا. بس للاسف عبد الواحد السيد نفسه اشتبك في الموضوع اللي هو اداري الفريق الرئيسي. يعني ما نفهمش القصه رايحه فين. موضوع شكله وحش قوي وبايخ قوي، وما نعرفش حتى الامور هترسى على ايه. كان في مدرب بدني حصل عليه الامر تجاوز على حد برضه من المنظمين، الراجل دوت اتعاقب ان هو اتوقف واخد غرامتين، واحده 150 الف درهم و75 الف درهم، وتقف عن النشاط لفتره معينه، ايقافات رسميه. ويعني كان اخد عقوبات زي الفل، مش اول موقف يعني، مش حاجه مش هيتقاس عليها. بس الفكره كلها انت داخل في موقف صعب جدا، وتم التدخل ان هو يحتوي الموقف. بس برضو الامارات تنظيميا ما فيهاش حد فوق القانون قولا واحدا. انت مين؟ هو الراجل اتنزل عن حقه المدني، الدوله بتطالب بحقها كحق الدوله. فالجنحة هيتم الحكم فيه في محاكمة عاجلة يوم الأربع اللي هو بكرة، وهنسمع القرار في الموضوع. ونادي الزمالك أكمل إن بعد ما الأمور ابتدت تتحل إن هو ما عندوش النية إن هو ينسحب. بقت ما خلاص هوجة الانسحاب بقت بايخة وسيئة جدا، والمفروض نادي الزمالك اكبر من هو انسحب 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 على كل موقف وكل ضغط بيحصل. انسحب انسحب، عيب. نادي الزمالك المفروض اكبر من كده، وان الوضع يدار بشكل افضل واحسن من كده. ده باختصار موضوع ازمات لعيبه نادي الزمالك والمشاكل اللي حاصله. عندنا مشكله كمان بتاعت كهربا اللي ما زالت ممتده. وكهربا الاغلب ان كهربا بشكل رسمي هيتعرض للبيع، والاقرب هو نادي زاد، الصفقه اللي كانت معروضه ومدعومه من نجيب ساويرس شخصيا عشان ان كهربا يروح نادي زاد. هيفرق كتير مع زاد، بس نادي الاهلي هيخسر كهربا. ما فهمش السلوكيات، الموضوع هو مضغوط عليه. نعم كان يعني كان محتاج يتحكم في عصبيته اكتر من كده والامور تروح بشكل افضل من كده. الكابتن محمد رمضان معروف ان هو راجل طف واجريسيف، ما بيقفش على اي حاجه وما بيسميش. فكهربا هو اللي راح له، فهو كبش الفدا اللي تم عليه الاكشن المباشر. وزي ما قلت لكم الاغلب ان كهربا باي باي،
كهربا بنسبه كبيره هيرحل للفريق. النادي الاهلي برضه باستمرار لاخبار النادي الاهلي بيحضر دلوقتي في تدريبات فرديه اشرف داري وخالد عبد الفتاح لمحاوله ان هم يلحقوا ماتش السوبر يوم الخميس مع نادي الزمالك. ففي تدريبات فرديه ابتدت للاعبين لتجهيزهم وتاهيلهم عشان نشوف اللاعبين بنسبه ممكن احتماليه مشاركتهم في المباراه النهائيه للسوبر المصري في الامارات. ماتش هيبقى صعب، الاداء ما كانش احسن حاجه، متوقعين التعويض على ارض الملعب، ما يبقاش في حجج، ما يبقاش في كلام جانبي. كولر مختصر الكلام تماما، اللعيبه مقفول عليها تماما. نادي الزمالك بالمثل الدوشه اللي عنده، بس هو الاداء كان سيء جدا. الدوشه والبلبله وعدم عدم الاستقرار بسبب المشاكل اللي حاصله، فتوح في ازمه دونجا ومصطفى شلبي وعبد الواحد السيد والاداره متدخله. الموضوع بقى فيه دوشه كتير عند نادي الزمالك، ما تضمنش ايه اللي يحصل. في الاخر الماتش هيحسم في الملعب واللقاء هيتلعب يوم الخميس. نتمنى التوفيق للنادي الافضل وعلى ارض الملعب والاحق. الاثنين ما كانوش احق واحنا عارفين، بس خلاص هم اللي وصلوا للنهائي، يعوضوا جماهيرهم ويعوضوا كل الناس اللي بتتفرج وبتشجع كوره باداء مختلف تماما تماما عن اللي فات في المطوشه اللي فاتت. حتى السوبر الافريقي ما كانش احسن حاجه. في نهايه الحلقه لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتعمل شير وتشترك في القناه لو انت مش مشترك عشان يوصلك كل جديد. كنتم مع استوديو الكوره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.